التورته وصلت. انا عن نفسي مسك منبهره بنفسي والله يا بنات، رغم ان النتيجه مش عجباني قد كده يعني، بس انا قلت باذن الرحمن لما اعملها تاني هظبطها اكتر من كده. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. يلا نسموا الله ونصلي على رسولنا ونشوف وصفتنا الجديده النهارده. معايا يا جماعه بوله ناشفه، نزلت بكام يا مسك بيض؟ نزلنا ب5 بيضات. هتعملي النهارده اسبونش ب5 بيضات؟ هنعمله ان شاء الله ب5 بيضات، وهيطلع اسبونش طري تحفه جدا زي اللي انت بتشتريه من بره بالظبط. كان عندي اخر شويه فانيليا يا بنات، نزلت بيهم، وبعد كده كملت بالفانيليا البودره بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. حطيت 4 بواكي يا بنات. الفانيليا السايله يا بنات بتقضي على زفاره البيض وبتخلي الاسبونش ريحته فظيعه. هنحضره ايه بقى؟ هنحضره كوبايه سكر بودره. نبداوا كده يا بنات نحط كوبايه مج كده مليانه سكر بودره، تمام، عليهم كوبايتين دقيق الا معلقتين، والمعلقتين دول نشا. هحط معلقه بيكنج باودر كبيره، تمام، عليها كوبايه ميه كامله، دي نص، وبعد كده انا حطيت نص تاني يا بنات. ونزلنا بمعلقه محسن جل كيك يا بنات كبيره، معلقه كبيره، وبعد كده نص معلقه خل. كده تمام ومظبوط يا بنات المقادير. نطرة ملح بسيطة خالص. يلا بقى نخلطوا الخليط ده كويس جدا، وبعد كده بقى نشغله العجان بتاعنا عشان توصلي خلينا متفقين مع بعض، عشان توصلي للنتيجة ديت هتضربي كويس جدا، ومضرب بتاعك لازم يكون قوي. تمام تمام. على الاقل يا بنات كده ضربت 10 دقايق متواصلة، وبعد كده بقيت اريح العجان وبقيت اكمل تاني ضرب. تمام كده. بصوا بقى يا بنات، الصينيه ديت 30، بس لو هتعملوا المقادير بتاعتي ديت خليها على صينيه 26 او 28، اقل سنه، تمام، عشان الصينيه دي كانت كبيره سيكه على المقادير. انا بدات ان انا اظبط كده واعمل ورقه زبده، وبدات ادهن الصينيه بتاعتي بالسمنه بس كده عشان الزق عليها ورقه الزبده، ولا تروح يمين ولا تروح شمال، زي ما انتم شايفين بالطريقه دي يا بنات. تعالوا بقى نظبطوها كده بالفرشه مع بعض بالطريقه اللي شايفينها دي عشان تمسك اكتر. ايوه كده. تعالوا بقى نشوفوا الخليط بتاعنا، السبونج بتاعنا بقى عامل ازاي يا بنات. بصوا بقى الطراوه ما شاء الله تبارك الرحمن. انا مش عايزاه، بصوا يا بنات السبونج لما يكون تقيل، تمام، هيديكي كيكه سبونج برضو، بس هتكون ناشفه وتفرول منك. لكن لما تعملي السبونج خفيف سيكه هيظبط معاكي ويديكي سبونج خفيف وطري وهش اكتر. تمام. الدقيق احنا متفقين ان كتر الدقيق في الكيكه بالذات بيكتمها، بيخليها مكتومه. فانا يا بنات حاطط لكم مقادير سهله بسيطه. كوبايتين دقيق الا معلقتين، والمعلقتين دول نشا، تمام، فدول مقادير يعني مقادير خفيفه جدا. في يعني ممكن نفس السبونج ده بيتعمل يا بنات اللهم صل على النبي بكوبايتين ونص دقيق، تمام. طبعا السبونج بتاعنا دخل على درجه حراره 180، رف اوسط يا بنات، بيته ليله كامله، تمام، يعني انا عملته بالليل، تاني يوم الصبح بدات اشتغل فيه. بياخد قد ايه منك في الفرن يا مسك؟ خد مني 30 دقيقه يا بنات، مع المتابعه ان انت مش بتفتحي عليه، انت بتبصي عليه بس. هبدا بقى يا بنات كده بعد ما ارتاح وهدى وقعد في التلاجة يوم كامل، قلبته بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت، وبدات اقطع فيه بالطريقه ديت بالمنشار بتاعنا، ولو عندك سكينه مفيش اي مشكله. بصوا يا بنات، لو كان معايا بقى الاسبونج ده في الصينيه الصغيره، تمام، كان هيديني 4 طوابق كيك، تمام. لكن عشان الصينيه كانت كبيره قوي على المقادير وصلت لكم، فعشان انا اول مره اعمل كيكه بصراحه مش هكدب عليكم، فاعطاني سمك قليل. فانت المقادير دي اعمليها في صينيه اصغر شويه، هتظبط معاكي اكتر وهتديكي طبقات اعلى، تمام. تعالوا بقى نظبطوا كده المسائل يا بنات. يا بنات نحطوا طبقه الكريمه بتاعتك عاملاها ازاي يا مسك؟ انا حاطه كوبايه لبن ساقع، عليها كوبايه كريمه، عليها نص كوبايه سكر، وضربتهم كويس بالمضرب وخلاص على كده. لو عندك لبن حطي، لو عندك ميه حطي، مفيش مشكله، وبحط نطره فانيليا.
بدات اسوي كده الكريمه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي في اول طبقه، وبدات اقطع لها فراوله يا بنات بالطريقه ديت. لو عندك فراوله حطي، ما عندكيش ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي شوكولاته، المتاح عندك حطيه. هبدا برضو تاني طبقه هحط برضو ايه كريم شانتيه بالطريقه اللي شايفينها دي. خلاص كده ظبطنا بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. هنبداوا برضو نرش عليه قطع فراوله يا بنات كمان. ايوه كده. الفراوله بقى موجوده طبعا وتحت ايدينا يا بنات ورخيصه اليومين دول برضو، فحطي منها. ما عندكيش مفيش مشكله، حطي مكسره، حطي سوداني عادي، حطي نوتيلا، حطي كراميل، حطي صوص مانجا، حطي اي حاجه متاحه عندك حطيها. بس انا بقول لك افكار بسيطه كده، واعملي التورتيه ديت لاولادك وفرحيهم بيها. بس ان شاء الله يا بنات كل مره النتيجه بتاعتي هتتظبط. طبعا انا بوريكم بس تجربتي، ودي اول مره تجربه في الكيكات، في الجاتوهات. انا السويسرو عاملاه كذا مره طبعا، فانا عاملاه لكم مقادير مظبوطه، وده مقاديره مظبوطه بالظبط بالشرع. بس يعني ايه التظبيط هيكون احسن باذن الرحمن، ان كان ليا عمر في الدنيا هيبقى يعني احسن المره الجايه. بصوا بقى بنات بدات احط كده طبقه كريمه من فوق، وبدات اظبطها بالطريقه اللي شايفين. انا بس بعرفكم ان انا مش استاذه في الجاتوهات، لا لا، انا بتعلم زيكم، بنتعلموا وبنتكلموا مع بعض في فيديو، واعرفكم التجربه بتاعت مسك كانت النهارده عامله ازاي في الجاتوه. تمام يا بنات. اعوذ بالله ان انا اقول لكم ان انا استاذه، لا والله انا مش استاذه ولا حاجه، لا لا لا، انا واحده طبيعيه زيكم خالص يا بنات. زينا زي بعض مع بعض كده، بنتعلموا ونقولوا افكارنا مع بعض، نقولوا تجربتنا، نقولوا دي طلعت مظبوطه، دي ما طلعتش مظبوطه. بس اللي انا اقول لكم عليه ان الاسبونج هتعمليه بالطريقه بتاعتي ديت، هتعملي احلى اسبونج من غير ما تجيبي بقى دقيق الاسبونج من بره وتحتاري لو هو مش موجود عندك في البلد اللي انت عايشه فيه، لان هو مش موجود عندي فعلا، ولو عندي كنت جبته بس هو مش موجود. فانا محتاره اعمل ايه. طب انا عايزه اعمل تورتايه لاولادي، هتصرف ازاي؟ فبدات ان انا اشغل المقادير بتاعتي الدقيق العادي، بدات اتصرف معاه زيه زي الاسبونج، بس انا جبت حاجتي من عند حد موثوق فيه. تمام. بعد ما سويت كده وشرشرتها من فوق بالطريقه اللي شايفينها دي يا بنات، عملت لها من الجوانب حطيت لها جوز الهند. عندك جوز هند حطي، عندك مكسرات سوداني يعني مش لازم مكسرات غاليه حطي. وكان عندي بقى برطمان كمبوت اناناس في التلاجة، طلعته فك، انا بحطه في الفريزر عشان ما يبص في التلاجة، طلعته يفك وعملت كده داير ما يدور اناناس، وداير ما يدور يا بنات بالطريقه اللي شايفينها ديت خوخ، كمبوت خوخ. تمام. احنا بنحبه التورتيه، عشان انا بعمل تورتيه كريمه على طول بيضه، احنا عندنا هنا بنحبه الكريمه البيضه، يعني جوزي ولادي. لكن انت لو عايزه تعملي بالشوكولاته مفيش مشكله، هتشيلي معلقتين دقيق وهتحطي بدلهم معلقتين كاكاو، بس ادي كل الحكايه. بصوا بقى بنات، انا بعمل كده داير ما يدور، عملت صفين كمبوت من الخوخ، انا بحبه قوي على فكره. زي الفل كده. هبدا بقى ارص داير ما يدور بقى فراوله مقطعاها بالطول يا بنات كده، مش مدوره، لا بالطول كده، بحيث ان الشكل القلب ده شكله تحفه جدا على فكره، شكل الفراوله من جوه بصوا يبان كده شكله لطيف جدا. بصوا التزويق ده على حسب رغبتكم، بس انا بقول لكم يعني ايه على حسب رغبتكم. بس انا بقول لكم مسكه عملت اليوم التورتيه ده ايه يعني، بصراحه اولادي كانوا فرحانين بيه. بس انتظروني في التورتيه الجايه ان شاء الله، ان شاء الله هتكون في عيد ميلاد ولادي في شهر 3 باذن الرحمن قبل رمضان، هعمله لكم. هتلاقوا ان شاء الله تطور اكتر من كده في التورت باذن الله، كل مره ان شاء الله جديد عندي باذن الرحمن. انتظروني في التورتيه الجايه هتعجبكم ان شاء الله يعني. بصوا بقى يا بنات، انا كده ظبطت الدنيا، وحطيت كده فراولتين كده في النص، وحطيت فيها في النصيه كده كمبوت، وكان عندي كيريزيه في الفريزر طلعتها وحطيتها في النص بالطريقه اللي شايفينها دي. وحطيت بقى كده بس الغلطه الوحيده على فكره يا بنات ان انا حطيت الكريمه دي، كانتش لها لازمه، هي كانت لطيفه كده قوي، بس يلا بقى اللي حصل قاعدين عملناه وخلاص. بصوا بقى يا بنات، قمر تورتيه قمريه على فكره والله العظيم، رغم ان هي معموله يعني لسه صاحبتها مش مظبطه قد كده فيها، بس طلعت حلوه لذيذه. انا راضيه عن النتيجه، بس ان شاء الله هكون راضيه اكتر من يعني هتكون افضل المره الجايه اكتر من كده يعني.
خلاص كده يا بنات هنظبطوها. بصي كان عندي شويه عسل كده في التلاجة، فحطيت بقى على الفاكهه عشان ما تتبلش مني شويه عسل كده يا بنات. تمام. بس تعالوا بقى نقطعوها بقى، تعالوا نقطعوها ونشوف الطبقات من جوه عامله ازاي. صلوا على النبي بقى، صلوا على النبي وحطوا لي لايك من ايديكم الحلوه، والله العظيم انا استاهل لايك من ايديكم الحلوه بجد. يعني انا تعبت قوي في التورتيه دي، اول مره بقى يا بنات، وتبقى حاجه متعبه لما تكوني بتعملي حاجه اول مره. بصوا بقى يا حبايبي، انا عايزه بس اوريكم ان هي دايبه، عايزه اوريكم ان الكيكايه ذات نفسها هشه جدا، طلعت خطيره والله يا بنات. عايزاكم تجربوها، وعدت لكم المقطع ده تاني عشان تشوفوها عن قريب. بصوا يا بنات، حاجه كده عظمه والله العظيم. جربوها ان شاء الله تعجبكم باذن الرحمن، وان شاء الله تطلع احسن، يعني لما تعملوها ان شاء الله تطلع احسن من بتاعتي. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله مع فيديوهات احلى واحلى. ما تنسونيش اللايك، والله استاهل منكم لايك يا بنات. يلا مع السلامه.